لحظة لحظة، نبي السعودية بإذن الله تكون الأولى في حفظ النعمة. باقي الرز الزايد بنستخدمه اليوم في وصفتين. الوصفة الأولى فتة الدجاج، نفتت الدجاج الباقي ونحمسه مع شوي زيت وثوم وفلفل بارد، والبهارات راح تكون فلفل أسود وكركم وملح، وبنرفعه. نطلع الرز الزايد من الثلاجة وعلى طول نسخنه ونوزعه في صينية التقديم، ونوزع عليه الدجاج اللي حمسناه، وآخر شيء صوص الزبادي مع الطحينة، ونقدمه مع الخبز المقلي. الوصفة الثانية رز مقلي في الزيت، بنشوح البصل الأخضر والجزر والملفوف والبازلاء وبيض حتى يعوض عن البروتين. ما نحتاج بهارات، بس صويا صوص وتشيلي صوص، وبنسخن الرز بالميكروويف، بعدين نكبه على الخضار ونقلبهم مع بعض. صدقوني الرز إذا سويته بهذه الطريقة بيكون ألذ وأطعم من الرز الجديد. بننزل لكم سلسلة وصفات في حفظ النعمة برعاية مؤسسة حفظ النعمة الأهلية. تابعونا ويلا نتعود على حفظ باقي أكلنا، وبالعافية علينا وعليكم. أكثر شيء يزيد عندنا في المطبخ الخبز. اليوم بنسوي 3 وصفات الخبز من سلسلة حفظ النعمة. الوصفة الأولى عش السرايا، نوزع بقايا خبز التوست في صينية وندخلها الفرن تتحمص. ندوب كوب سكر حتى يتكرمل، ثم نصب عليه كوب موية وقطعة زبدة، ونوزع على الخبز المحمص ونرصه بالصينية. الطبقة الثانية على النار نخلط النشا وطحين والسكر والحليب السايل، وبعد ما يغلي نضيف له علبة قشطة وملعقة من ماء الورد، ونوزع على الخبز، وبعد ما تبرد الصينية نوزع عليها المكسرات ونقدمها. الوصفة الثانية مقرمشات توست، نوزع حواف التوست بالصينية ونرش عليها زيت زيتون ورشة ملح وزعتر، نقدمها مع تغميسة الزبادي أو اللبنة. الوصفة الأخيرة للخبز، إذا عندنا بقايا خبز صامولي نعجنها مع شوي حليب وبيضة، وإذا حبيتوا تضيفوا لها ملعقة معجون طماطم، ونفردها بالصينية. وزعوا عليها كل اللي في خاطركم، صوص بيتزا، جبن أو جبن شرايح، فلفل رومي وزيتون، وندخلها الفرن. بقايا الخبز باب مفتوح وواسع لكم تسوون فيه أشياء كثيرة، مثل البقسماط، خبز الفتوش والفتات، وممكن حمصة ونطحنة نخلي على جنب وندخله في الكيك. هذه الوصفات برعاية مؤسسة حفظ النعمة الأهلية. تابعونا ويلا نتعود على حفظ باقي أكلنا، وبالعافية علينا وعليكم. قشور الخضار وجذورها ترمي كذا؟ لا طبعا، نبي السعودية تكون الأولى بإذن الله في حفظ النعمة. بعض قشور الخضار وجذورها فيها فايدة نفس اللب ويمكن أكثر. ننظف قشور الخضار والجذور ونغسلها زين، ونحطها بالقدر مع الموية وملح وفلفل أسود، ونخليها تطبخ من نصف ساعة إلى ساعة. بعدين نهرسها بالحراسة أو نخلطها بخلاط الكاس ونصفيها ونوزعها في علب بغطاء وندخلها الفريزر. نحفظها بالثلاجة أكثر من شهر، تطلع لكم أحلى مرق خضار طبيعي ونقي، يعزز نكهة الأكل وطعمها لذيذ، ويكون متوفر على طول عندكم بالثلاجة. بننزل لكم سلسلة وصفات في حفظ النعمة برعاية مؤسسة حفظ النعمة الأهلية. تابعونا ويلا نتعود على حفظ باقي أكلنا، وبالعافية علينا وعليكم.